الناس الحلوة حوالينا في كل مكان. النهاردة اخترنا منهم الفنانة لينا أسامة علشان ندخل عالمها الخاص، عالمها المليان بالأحلام والألوان والوجوه. احنا هنا في المرسم بتاعها، المكان اللي بتهرب فيه لينا من العالم بتاعنا للعالم بتاعها. المرسم مش بس الإبداعات لينا، لا ده كمان لإبداعات بنتها جميلة، وبيشاركها فيه شريكها في الفن والحياة زوجها الفنان مهنا ياقوت. ورغم إن مهنا ساب لنا المرسم كله عشان نقدر نسجل مع لينا براحتنا، لكن هو كان موجود حوالينا في كتير من لوحات لينا. النهاردة هنشوف أحلام طفلة صغيرة بعدت عن وطنها، فقررت إنها تتمسك أكتر وأكتر بملامح الأهل والأحباب والأصحاب. كل فنان ليه قصة، وأنا قصتي بدأت في سن صغير. أنا سافرت مع مامتي وبابايا وأختي إنجلترا وأنا 6 سنين، وممكن أقول إنه فكرتي عن الفن وقرار إني أكون فنانة وأسلوبي اتبلور بدري قوي بسبب التجربة دي. طبعا أنا كنت بحب الرسم جدا، وحظي إنه أمي كانت فهماني قوي، هي كانت مترجمة. وقالت لي يا لينا انتي عبري عن كل اللي بتحسيه بالرسم. طيب الاسلوب ده، طب انا مش عارفه ارسم حاجه تبان حقيقيه. فقالت لي بصي انتي اللي انتي عايزه تعمليه بيوصل باي طريقه. يعني كان عندك كام فكره. سنة يا لينا؟ ده كان عندي 7 سنين 8 سنين في العمر ده. وبعد كده فضلت مستمره معايا فكره رسم الناس دي، لان انا كنت لما بقول لها انا قرايبي وحشوني او صحابي وحشوني تقولي ارسميهم. طول الوقت برسم او مش فاهمه حد تقولي ارسميه. ولحد دلوقتي انا لما برسم الناس بفهمهم اكتر، ولما برسم المواقف بفهمها اكتر، وبرسم حد زعلانه منه بصالحه. رسمتك يا دكتور من ضمن الوجوه اللي هي بترسمها؟ ما بس رسمتني متأخر جدا. ما رسمتنيش غير من سنتين 3 مثلا. فهي طبعا رسمتني اكتر من مرة وبورتريهات بعتز بيها جدا. علاقتي ببابايا قويه جدا، وهو على قد ما هو يعني هو بيجمع بين كذا حاجه، يعني هو طبيب وهو سياسي في نفس الوقت، هو نقيب الاطباء. ف وبعدين انا من وانا صغيره وهو انا مش عايزك تكوني دكتور، انا عايزك انت موهوبه في الرسم، فدي الحاجه اللي عندك. الحقيقة لينا من وهي صغيرة قوي احنا، انا ومامتها كنا مهتمين ان هي تبقى اكسبوزد، يعني تتعلم رسم وتتعلم موسيقى وتتعلم سباحة، ونشوف هي هتحب ايه وهتمشي في انهي طريق. فهي الحقيقة مشيت في طريق الرسم من بدري قوي يعني. اول معرض فردي زي ما قلت يا مروه وانا 13 سنه، وكان طبعا كله بورتريهات. اخدت دوره الدراسات الحره في تربيه فنيه، كنت 15 او 14 سنه، وبرضو شاركت في المعرض كان 50 بورتريه. طبعا كنت في الوقت ده في ثالثه اعدادي او اولى اي جي، والناس كتير عمل المعرض عمل تأثير في الوسط الفني، اتعرفت كويس. وشاركت في صالون الشباب في نفس السنة. الناس طبعا استغربت انه 15 كان سن صغير شوية على صالون الشباب. بعد كده دخلت فنون جميلة وتخصصت التصوير، وفي نفس وقت الكلية درست في سالزبورغ أكاديمي في النمسا. سنين غربتها الأولى خلتها متعلقة أكتر بالحضارة المصرية القديمة اللي ظهرت مفرداتها في كتير من أعمال لينا الفنية، وده اللي خلاها تدرس أكتر وأكتر وتعرف عن الحضارة المصرية القديمة. كنت حاسة بشوية غربة كطفلة يعني. وفي يوم دخلت المدرسة بتاعتنا وبدأت تكلمنا عن مصر القديمة وعن إيجيبتومانيا وعن توت عنخ آمون، وطبعا يلا يا لينا تعالي كلمينا عن بلدك. فبدأت فكرة الهوية وفكرة العزة يمكن عندي بقت مرتبطة بده. لينا فنانة تشكيلية مبدعة، وفي نفس الوقت هي أم لطفلين صغيرين. ورغم صعوبة عالم الأمومة وصعوبة عالم الفن، لكن لينا عملت مزيج ما بين العالمين، وده ظهر في عالمها الفني. أصعب حاجة في الدنيا. أنا ما أعتقدش في حاجة أصعب من إنك تعملي بالانس بين
شغلك كفنانة تشكيلية، إنه ده الكارير بتاعك، وبين الأمومة. هو أنا شغلي من الأول فيه كتير قوي تعبير عن المرأة، ورسمت لوحات كتيرة فيها أطفال وفيها بيبيز وفيها أمهات من قبل ما أعيش التجربة دي. لكن طبعا هي بتأثر في الشغل، وبتأثر في إحساسك بالحياة أصلا كلها على بعضها. يعني أنا بعد ما خلفت أول مرة عملت سيريز كاملة اسمها Iconography of Birth، أيقونية الميلاد. وأنا بحب أختار مواضيع شوية تكون صعبة، أو الناس مش معتادة عليها إنها تكون، يعني حد يعمل معرض فردي عن الخلفة، يعني شوية ده بعيد عن التوبكس اللي بنشوفها. فحبيت أعمل السيريز دي عن الموضوع ده، والحقيقة رسمت فيها بنتي نفسها وهي طفلة صغنونة خالص، ورسمت نفسي بكل المشاعر اللي كنت بمر بيها وكل التغيرات. السنة اللي فاتت بعد ما خلفت ابني أسامة على طول كان عندي معرض فردي في بيكاسو في الزمالك، والوقت كان ضيق جدا. فأنا حبيت أطلع لوحات اللي كانت عندي. كان عندي لوحات كتيرة في المرسم شغالة عليها، بدأت عليها وسبتها، وحسيت إن ده وقت مناسب قوي. طبعا أنا بشوف إن أي أم بعد على طول الولادة بيبقى كأنها هي نفسها بتتولد من جديد وبتبدأ حياة جديدة. فحسيت إن دي ممكن تكون تجربة بتعكس اللي أنا بمر بيه. وطلعت اللوحات القديمة اللي كان معظمها فيها كمان قصص من مصر القديمة، وفيها شوية رمزية حياة المرأة أو الأمومة، وبدأت أشتغل عليها. واعتقد ان انا وانا برسم الام وابنها كان احساسي مختلف جدا عن لما بدات اعمل الاوتلاين للوحه دي وانا لسه طالبه في الجامعه يعني. وكانت كمان بعد كده البوستر للمعرض، وانا بحبها بصراحه، من اللوحات اللي بحبها جدا. وعلشان نتعرف اكتر على عالم لينا كأم، كان لازم نتقابل مع جميلة. بالنسبة لبنتي مش حاطة في دماغي فكرة ان هي لازم تبقى فنانة تشكيلية. هي بتحب الرسم، وهي انا على قد ما انا شايفة انه هي جميلة موهوبة، فانا بشجعها بده. بس هي ليها حرية بقى تختار هتعمل بيه ايه. هل هي عايزة تاخده بشكل بروفيشنال؟ هل هي عايزة ده يكون جزء جميل في حياتها؟ وانا بشجع كل الناس اللي في الدنيا لازم يكون الفن جزء في حياتك، اذا كان ممارسة اذا كان فرجة، لازم تستمتع بالفن. خسارة ده يبقى موجود في الدنيا، وناس كتير خصوصا عندنا في مصر مش موجود في حياتهم. يعني الوقت اللي جميلة بتقضيه في المرسم بالنسبة لي مهم جدا في نموها وفي تربيتها وفي دماغها، وما بحاولش ابدا اقلل من الوقت ده. على قد ما مهم المدرسة والمذاكرة والرياضة والأنشطة، على قد ما دايما ما بحاولش اقرب من الوقت ان هي يبقى عندها وقت كافي كل اسبوع بتطلع معايا او بتطلع مع باباها المرسم، وتقعد اذا كانت هترسم او هتقعد تعمل حاجه تانية، بس تكون متواجده وداخله معانا جوه البروسيس دي. ليها رأي في اعمالك واعمال باباها؟ طبعا طبعا جميله، اكتر النقاد اللي بنخاف منها. رأيي في شغل ماما، اللي شغل ماما كويس وبيعبر عن حياتها. يعني زي مثلا في اللوحة دي عبارة لما ماما جابت بيبي بقى هو بابا وهو مبسوطين بقى، فحطوا وردة حواليهم. وأنا بصراحة يعني لما بساعدها، يعني مثلا ماما بترسم وفي الآخر خلاص أنا مثلا بقول رأيي في اللوحة، أو أنا بختار اللوحة دي غير اللوحة دي أو حاجات كده. لينا شاركت في أكتر من 130 معرض جماعي دولي في بلاد كتيرة، منها باريس وفنزويلا وتايوان والنمسا ورومانيا وغيرها. وأقامت حوالي 15 معرض فني، منهم معرض سيدة القاهرة ومصريون على الطريق وآلة الزمن.
دي حكاية لينا أسامة، واحدة من الناس الحلوة اللي كنت حريصة إنكم تعرفوها وتعرفوا حكايتها. الناس الحلوة لسه كتير، والحكايات لسه ما خلصتش، استنونا.